السلام عليكم. النهارده هنعمل الفينو بطريقه سهله وبسيطه والنتيجه مميزه جدا. شايفه الفينو قابب وعالي لفوق، نتيجه مميزه جدا زي بتاع الافران بالظبط. تابع معايا لحد اخر الفيديو وانا هقول لك كل التفاصيل والاسرار اللي هتخليه يفرق معاكي بالشكل ده ويطلع جميل كده. بس الاول ما تنسيش تعملي لايك وشير وقولوا لي في التعليقات رايكم ايه. دلوقتي معايا كيلو دي بتاع مخبوزات، نزلته في العجينه معايا بالشكل ده وهحط عليه كيس خميره. ومعايا معلقه بيكنج باودر كبيره، ايوه كده. هننزل بيهم في على العجين على الدقيق، ومعايا معلقه ملح صغيره يعني، ومعلقتين سكر. وعشان ندعم بقى الطعم معانا ويدينا طعم حلو حطيت معلقتين لبن بودر. وكده دي المكونات الجافه بتاعتنا، هنقلبها كويس مع بعض. دلوقتي معايا ميه دافيه دافيه مش سخنه، تكون دافيه. معايا كوبايتين ونص ميه دافيه. الاول نزلت بالبضايه على الدقيق، وبعد كده نزلت بالميه. المج اللي انتوا شفتوه معايا او الكوبايه اللي انتوا شفتوها معايا لازم قوام العجينه يوصل معانا للشكل ده. بعد كده هديهم معلقه زبده كبيره واقلب العجينه كده كويس فيها واعجنها كويس بمعلقه الزبده عشان تضطر معايا وتبقى جميله وما بتلزقش قوي. دلوقتي اهم حاجه نجهز لها مكان دافي وندخلها فيه. هي اخدت معانا في التخمير حوالي ساعه ونص. دلوقتي معايا صاجين دهنتهم بزيت كده خفيف، طبقه زيت خفيفه. ودي كده العجينه خمرت معانا بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله. العجينه اختمرت كويس جدا. نديها كده رشه دقيق عشان ما تلزقش معايا في المفرش، ونطبعها كده على بعض ونحاول نقطعها بقى قطع كده متساويه. لو عندك ميزان يبقى كويس، لو عايزه الفينو بتاعنا يبقى فينو صغير ميني كده فينو، ممكن تعمليها بالميزان. تعملي كل كرة 50 جرام، بس انا هعمله يعني كبير شوية. ايوه كده. هنكورها بقى بالشكل ده برضو بقدر الامكان يكون ايدينا متساوية في الكرات اللي عملناها. هناخد كده كل كرة، بس اهم حاجة انك الكرات اللي احنا عملناها دي تتغطى كويس جدا جدا وتتقفل عشان وش العجينة ما يشققش مننا.